لقيت صاحبة أمي اللي جوزها مسافر جت عندنا، وفجأة لقيت أمي بتقولي خد يا واد يا علي، بقولك إيه، روح مع خالتك كده مشوار على بيتها علشان هتعمل لها شوية حاجات. قلت لها ماشي يما. خدت صاحبة أمي ومشينا ورحنا على بيتها، وأول ما دخلنا البيت لقيتها قالت يا واد يا علي اوعى تمشي من هنا، استنى أنا جايالك. وفجأة دخلت غيرت هدومها وخرجت وهي واحدة تانية خالص. استغربت، قلت لها ايه يا خالتي اللي انتي عاملاه ده؟ قالت لي جرى ايه يا واد وانا لسه عملت حاجة، اسمع بقى اما اقولك. بصراحة كده يعني انا وامك كنا يعني عايزينك في الموضوع، ومفيش حد غيرك هيعرف يعمل الموضوع ده، ولعلمك امك كمان عايزة تيجي. وانا في الوقت ده بينت لها اني مش فاهم هم عايزيني في ايه، لكن بصراحة كان باين خالص هي عايزاني في ايه. واضح كده نفس الحاجة اللي جوزها بيحتاجها منها على طول. أصل أنا كنت بسمع أمي وهي قاعدة معاها وبيكلموا سوا على أبويا أو على جوزها، وكنت عارف يعني هم عايزين مني إيه بالظبط. المهم قلت لها أنا مش فاهم حاجة خالص، إيه اللي انتوا عايزينه؟ قالت لي أنت عارف طبعا إن يعني جوزي مسافر وكمان أبوك، وهيتأخروا ومش هيجوا دلوقتي، وأنا وأمك مش هينفع يعني إن احنا نحتاج لحد من بره. قلت لها يا نصيبة السودة، انت مجنونة يا ولية، انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت لي جرى ايه مالك، انا بقول ايه يعني، انا بقول الحاجة اللي احنا عايزينها. بص بقى، انا وامك كنا يعني مستنيين يشوف رأيك ايه، وامك ما رضتش تتكلم معاك، اكمنها يعني اتحرجت شويتين، لكن انا هو بقولك انا وامك عايزين نفس الحاجة دي. قالت لي كمان وانا مش هقول لحد ابدا. قلت لها بصراحة انا مش عارف انتوا عايزين ايه بالظبط، وبعدين ايه يعني ان ابويا مسافر؟ قالت لي طيب انا هكلم امك تيجي، ولما تيجي بقى نفهمك اكتر من كده. وفعلا اتصلت بامي اللي جت على طول، في ثواني كانت هنا. استغربت قوي اول ما لقيتها جايه. قالت لي مالك يا واد يا علي؟ قلت لها ياما هو انت عايزه ايه بالظبط؟ قالت لي ما هي خالتك ما هي قالت لك. قلت لها هي قالت لي بس اللي قالته لي انا مش فاهم منه اي حاجه، انا ايه دخلني بموضوع سفر ابويا وجوزها؟ انا مش فاهم. لقيت صاحبتها قربت مني وقالت لي بص بقى، انا عايزاك تبقى مفتح كده ودماغك شغاله، انت يا واد خلاص ده احنا بندور لك على عروسه. قلت لها بتدوروا لي على عروسه؟ قالت لي ايوه امال ايه، وبعدين يعني هو احنا مش لازم نعلمك كل حاجه ولا ايه، ولا انت هتفضل خايب كده على طول؟ قلت لها لا بقى، ده انا لازم افهم وافهم، انا مش فاهم انتوا عايزين ايه. لقيت واحده مسكت البنطلون والتانيه مسكت التيشيرت، ولقيتهم هما الاتنين كل واحده بتاخد حاجه، ووقفت انا قدامهم بالشكل كده. استغربت، قلت لهم لا بقى انتوا كده في حاجه في دماغكم مش مظبوطه. لقيت امي بتقولي يا واد يا علي اسمع وانت ساكت واعمل اللي احنا عايزينه وخلاص. قلت لها يما بس يعني. قالت لي ما بسش يا منيلا جرائم، ما انا عارفه كل حاجه. قلت لها عارفه ايه؟ قالت لي ما انا شفتك امبارح وما رضيتش اتكلم علشان يعني ما تفكرش ان انا يعني مش واخده بالي، لا ده انا عارفه كل حاجه بتعملها كويس، ومن هنا ورايح مفيش اي حاجه هعملها الا يعني الا بقى قدامك. ايوه وانت كمان اللي هتساعدني. ها قلت ايه يا واد؟ قلت لها بس يعني. قالت لي ما بسش وبقولك ايه تعالى معايا. راحت واخداني من ندية وقعدنا على الكنبة، احنا التلاتة، انا قاعد في النص وامي على يميني وصاحبتها على شمالي. وهم بصراحة يا جماعة كانوا حلوين جدا، سواء امي ولا صاحبتها. ده انا لدرجة ان اما ابقى ماشي معاهم في حتة الناس بتعاكسهم، وانا كنت مغلوبة على امري. الموضوع كان يعني اقوى مني يا جماعة، وهما الاتنين كانوا برضو مش شوية. الموضوع ما كنتش عارف أعمل فيه إيه، وزي ما انتوا عارفين وأنا قلتلكم إن جوازاتهم يعني مسافرين، وقعدوا يقولوا لي ويتحايلوا عليا، وطبعا ده كله بسبب سفر جوازاتهم اللي كان بقالهم أكتر من 12 سنة بيسافروا ويروحوا وييجوا. وطبعا الوقت ده كان كافي إنه يعمل لهم يعني نسبة حرمان كبيرة جدا من كل حاجة، من حقوقهم الزوجية وشعورهم كستات يعني. وأنا في اليوم ده عرفت إني أقدر أمشي. ما كنتش حابب إني أعمل حاجة زي كده ولا أضعف أكتر من كده، لكن زي ما انتوا عارفين هم برضو ستات. اعذروني إذا كنت أنا شاب في سني عنده 22 سنة بيقول الكلام دوت، لكن أنا قربت منهم ومن حياتهم وعارف الحرمان اللي عندهم دوت سببه إيه أو ليه، علشان كده أنا بحكي ده. زائد كمان اللي صاحبة أمي علمتهولي وأنا عارف كل اللي بقوله لكم دوت. وفي يوم من الأيام
كنت في مشوار ورجعت على البيت، لكن لقيت أمي وصاحبتها في الأوضة جوه بينظفوا البيت. وطبعا انتوا أكيد فاهمين هم قاعدين في الأوضة بينظفوا إيه بالظبط، يعني بينظفوا الحاجات اللي زي كل ست بتنظفها يعني. ولو عايزين تعرفوا إيه اللي كانوا بينظفوه بالظبط ابعتولي على الخاص، لأن هنا طبعا مش بعرف أقول كل حاجة بالتفصيل. ودخلت الأوضة وكان أول مرة في حياتي أشوف صاحبة أمي وهي كده قدامي من غير أي حاجة. ولقيتها أمي قاعدة جنبها وبيضحكوا وبيهزروا وبيتكلموا وجايبين حلاوة يعني عادي وبينظفوا. وطبعا أي واحدة كده بتعمل وتنظف كده عشان جمالها. المهم إن أنا دخلت أشوفهم بيتكلموا في إيه، ولقيت صاحبة أمي بتضرب أمي على كتفها كده وبتقول لها يلا يا جوزك مش جاي. راحت أمي ردت عليه وقالت لها يا بنتي اسكتي وسيبيني في حالي، أنا ما بقتش متحملة اللي بيحصل ده. أعمل إيه؟ أعمل في الراجل ده إيه؟ قوليلي هيفضل سايبني كده كتير؟ بصراحة كده أنا آخر ما هزهق هشوف لي حد من بره. راحت صاحبة أمي قالت لها يا ولية اصبري اصبري ما تبقيش مستعجلة، اصبري كده هتفضحينا. طبعا هم كل ده بيتكلموا براحتهم خالص خالص، والدنيا ايزي وتمام، أصل هم فاكريني مش في البيت. فعشان كده تلاقيهم بيتكلموا بحريتهم. وفضت صاحبة أمي تضحك. راحت أمي قالت لها وانتي فاكراني أنا بتكلم بهزار؟ أنا ما عدتش متحملة الراجل دوت، أنا مش عارفة إيه آخرتها. ده أنا كل يوم يا أختي بقعد أحلم أحلام، ومن كتر الأحلام دي بقوم على طول أستحمى. أيوة الموضوع ما بقاش سهل عليا. تخيلوا انتوا بقى وحطوا نفسكم مكاني، شاب في سني وواقف على باب الأوضة وقدامه 2 ستات زي حتة القشطة جاهزين ومستويين، وأنا واقف بسمع كل ده. حط نفسك مكاني، هتعمل إيه لو أنت مكاني؟ الموضوع كان مش سهل عليا. حاولت بصراحة يعني إن أنا أعدي الموضوع، وإن أنا أحاول أعمل نفسي ما سمعتش حاجة. وبعد كده عملت كده ودخلت الأوضة اللي هم كانوا قاعدين فيها. فجأة لقيت أمي اتشالت من مكانها. قالت لي ايه يا واد يا علي، ده انت كنت فين كل ده؟ قلت لها ابدا ياما كنت في الشغل، وبعدين خرجت شويه مع اصحابي واديني جيت على البيت اهو، في حاجه ولا ايه؟ قالت لي لا ابدا، هو انت هنا من امتى؟ قلت لها انا هنا من امتى؟ ازاي انا لسه جاي؟ لكن امي كانت عماله تبص لصاحبتها اللي صاحبتها مش عارفه تمسك نفسها من كتر الضحك. قلت لها هو في ايه بالظبط؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ ما تخلوني اضحك معاكم. لكن امي قالت لي بس يا واد هنكون بنضحك على ايه؟ وانت يعني ما ينفعش تدخل الاوضه ده كده، كان لازم تخبط على الباب الاول. هو في حد يعمل اللي انت عملته ده؟ يعني احنا ستات وقاعدين واخدين راحتنا، ما كانش ينفع يعني ان انت تدخل كده فجاه. قلت لها معلش ياما انا ما اعرفش كل ده. راحت امي قالت لي امشي طب يا واد اطلع بره، اطلع انا قاعده مع خالتك هنا بنتكلم براحتنا. ورحت طالع وقافل الباب، لكن فضلت واقف زي ما كنت واقف اسمع. بعد ما انا مشيت لقيت امي بتقول لصاحبتها يا اختي اتخضيت مش تقولي لي؟ قالت لها وانا شفته؟ انا اتفاجئت زيك بالظبط. طب ما تكلمي جوزك وخليه يرجع. قالت لها يا اختي ما انا كل شويه اكلمه، والراجل كل ما اكلمه يتحجج ويقول لي عشان الفلوس والاقساط اللي علينا، وان انا عايزه اتجوز الواد علي، اعمل ايه؟ وراحت مخبطه على الحته اياها يعني. قالت لها طب ده بقى مين اللي يرضيه ومين اللي يصالحه وهو زعلان قوي قوي كده؟ قالت لها وريني كده يا اختي. اه صحيح ده باين عليه ان هو زعلان قوي. قلت لها انت يعني بتهزري؟ راحت ردت عليها صاحبة امي قالت لها يا اختي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد، ما انا حالي حالك، هنعمل ايه ومين هيراضي ده ويراضي ده؟ ما هما الاتنين عايزين يتراضوا. وانا بصراحة مش عارفة اقولك ايه، الواحد ما بقاش بيعرف ينام بالليل من كتر اللي هو بيبقى حاسه وعايزه. وانا كنت واقف مش مصدق ان امي هي اللي بتقول الكلام دوت. بصراحة كنت هتجنن، وحتى اقول معقول ابويا مقصر في كل ده؟ لكن فجأة فقت من سرحاني على صاحبة امي اللي قالت لها طب بقولك ايه، انا عندي فكرة. قالت لها فكرة دي اللي عندك؟ ما تقولي يا ولية وخلصي، انت تقولي لي الكلمة وتسكتي وتجننيني؟ ايوه انت اكيد عايزة تجننيني. قالت لها يا اختي استني عليا هقولك الفكرة. قالت لها ماشي يلا اتفضلي يا ستي قولي الفكرة. قالت بصي بقى، الواد علي ابنك بقى عنده 22 سنة، ايه رأيك يعني بدل ما نجيب حد غريب من بره نجيب الواد علي ده ابنك؟ وبصراحة بقى أنا عايزة الواد علي ده معايا بأي طريقة وبأي شكل. راحت أمي بصت لها كده وقالت لها يا واد، الواد علي ابني أنا، ما تتلمي يا ولية، وبعدين مش هينفع خالص. قالت لها يا أختي ليه مش هينفع؟ ما هو بقى شاب اسمل عليه وعنده 22 سنة.
قالت لها لا طبعا برضو مهما كان الواد لسه صغير ومش فاهم حاجة، وبعدين تاخديه انتي؟ ايه ده دي تبلعيه يا ولية، جرى ايه مالك؟ وبعدين هو انت مش شايفة نفسك يا ولية؟ وراحت امي ضربها على المنطقة يعني، وقالت لها لا لا شيلي الفكرة دي خالص من دماغك، وبعدين انا زي ما قلتلك الواد لسه صغير ومش فاهم حاجة ابدا، وانا بصراحة مش عايزة يعني افتح عيني على اي حاجة دلوقتي، انا يعني شايفة ان احنا يعني نشوف اي حل تاني. قالت لها اي حل تاني ازاي؟ ما انا بقولك اهو، ما ينفعش نجيب حد تاني من بره، وبعدين ما هو الواد موجود وجاهز وراضي وموافق، انت ايه مشكلتك؟ قالت لها راضي وموافق وعرفتي منين؟ قالت لها يعني انا بقول ان احنا لو عرضنا عليه مش هيرفض، اصل يعني اكيد هيحب يعني ان امه يعني تبقى مبسوطة ومش ناقصها اي حاجة، ولا انت مش معايا؟ وانا كل ده وانا واقف على الباب، ولقيت امي بتقول لها يا اختي ده الواد ضعيف ومش ملك مش هيقدر يعني. لكن انا في عقل بالي قلت لها يعني ما هي مش سامعيني ولا شايفيني، قلت لها ضعيف ايه ياما، ده انا زي الحديد، انتي بس لو تجيبها لي، انا مش عارف اعمل ايه لو جبتها لي، بس ما تقوليش كده ياما. كل ده وانا واقف وبتكلم مع نفسي في عقل بالي كده من غير ما حد يسمع حاجة، اصل يعني امي مستقلية بيا خالص ومش عارفة ان ابنها زي السبع، معقولة؟ صاحبتها دي لو تجيبها لي دي، ده انا بتخيلها من زمان، نفسي يعني الموضوع ده يحصل علشان انا كمان ارتاح، لو تجيبها لي. طب فضلت واقف على الباب اسمع كلامهم هما الاتنين. الصراحة القصة دي وانا بحكيها مخلياني متخيلة نفسي مكان علي، وبصراحة الموقف صعب قوي ومخلياني كده في جو تاني خالص خالص، وحاسة ان عقلي كده بيروح لحتة تانية خالص. اصل انتوا يا جماعة مش عارفين القصة دي عاملة فيا ايه، دي عاملة فيا حاجات كتير قوي، وانا يعني بحكيها الواحد عقله بيروح لحاجات كتير قوي قوي قوي، لكن اهو هنعمل ايه؟ ما الواحد لازم برضو لازم يشوف نفسه، مش كده ولا ايه؟ انا برضو بقول كده. والمهم نرجع بقى لقصتنا. قمت بقى اما سمعت كده ولقيت امي كمان ابتدت توافق، قلت بس انا اروح بقى اتشطف واغير هدومي والبس الحتة اللي على الحبل. وفعلا رحت عملت كده وقمت واخد الحتة الزرقاء، الحباية الزرقاء طبعا، ما هما الاتنين دول هيعملوا فيا ايه؟ دول هيعجنوني. المهم ان انا رحت وعملت زي ما بقولكم كده، ما انا لازم اكون جاهز لهم، ما انا بقولكم دول اتنين والاتنين يعني ما يتوصوش، ايوه الاتنين بصراحة حاجة كده، انما ايه هجمة، وانا بصراحة كده الدنيا عندي يعني بتخلص بسرعة والزبادي بسرعة، يعني انتوا فاهمين اكيد صح مش كده؟ طيب تمام. ويعني كانت الدنيا ممكن تخلص في اول 5 دقايق، وساعتها بقى صاحبة امي كانت هتقعد تضحك عليا، علشان كده ما كانش ينفع ابدا ابدا اني اعدي الموضوع كده يعني. وانا بقى دخلت الأوضة من هنا ولقيت صاحبة امي جاية ورايا الأوضة من هنا، تتكلم وتحكي وتمسك حاجات كتير قوي عندي، وفجأة لقينا امي بتفتح الباب وبتقول لها كده برضو يا ولية، ده انا مأمناكي على الواد تعملي كده، اخصى عليا، هو ده برضو اللي احنا اتفقنا عليه. لكن انا طبعا كنت عارف ان ده الكلام قدامي، وان امي كمان ليها غرض من الموضوع، ما انا بقول لكم انا سمعتهم وسمعت كل حاجة، وما كانش ينفع يعني ان اقول لها ان انا سمعتكم. سبت امي تتكلم وكنتش عارف ارد عليها اقول لها ايه، وهي عماله تزعق لصاحبتها وتقول لها ده انا مأمناكي على الواد، ما كانش ينفع اللي انت عايزاه ده ابدا ابدا، طب كنت قولي لي الاول يعني. راحت صاحبه امي قالت لها بقول لك ايه يا بنت، كفاياكي بقى زعيق، خلاص يا اختي الواد وافق. قالت لها وافق على ايه؟ قالت لها الله ما انا بقول لك خلاص بقى بلاش الحركات دي، الواد وافق. قالت لها بجد؟ راحت ضحكت وقالت لها ايوه بجد، يلا بقى خشي. ولقيتها بقى جت وقعدت في ريحي، ما انا خلاص ما ينفعش اقول امي ولا الكلام ده، مش وقته دلوقتي. ولقيتها ابتدت تعمل زي ما ابويا بيعمل، وصاحبتها كمان عملت زي ما جوزها تمام علمها، وانا بقى وسط الاتنين مش قادره اقول لكم ايه اللي كان بيحصل بالظبط، حاجه ما تخطرش على بال حد. ما انا يعني انا الموضوع بالنسبه لي كان صعب، لكن كنت فرحان قوي قوي بنفسي. طبعا الحبايه عملت شغل كتير كتير كتير، وانا بقى قاعد ومبسوط، ودي شويه ودي شويه،
ودي تقول لي حاجة نعملها نجربها، وترجع دي تقول كل حاجة نعملها ونجربها. وفضلت أنا كده بقى ما بينهم، وبقى كل يوم يتكرر الموضوع ده. لكن أنا بصراحة ما كنتش عارف أوصف يعني مشاعري تجاههم. كل اللي كان بيحصل ده كان غلط، لكن أنا عملت كده وخلاص. وعشان كده خدت بعضي وسافرت من البلد. أيوة سافرت. بقت أمي كل شوية تتصل بيا وتقولي طب خلاص الموضوع ده مش هيحصل تاني، بس ارجع. ما ينفعش تسيب أمك كده لوحدها وانت عارف إن أبوك مسافر. يرضيك أفضل قاعدة كده من غير راجل حد يبقى معايا؟ خلاص أنا قلت لك إن الموضوع ده مش هيتكرر تاني، عشان كده عايزاك ترجع بقى. لكن أنا بصراحة رفضت إن أنا أرجع وقعدت. لكن برضو في نفس الوقت مش عارف هفضل قاعد هنا لحد إمتى، وإيه آخرتها، وأنا حتى لو رجعت هقدر أبصلها تاني إزاي؟ عشان كده بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه. وديني أهو جيت لكم وحكيت لكم قصتي كلها من أولها لآخرها، وانتوا بقى اللي تفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي. عارف إني غلطت، لكن محدش بيتعلم ببلاش، وانتوا أكيد هتدلوني على الحاجة الصح. وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس، ويا رب تقولوا لي على حل في أسرع وقت. كانت معكم أليشا ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.